يا مساء الورد عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة. طبعا يا جماعة، بدل حمدي ووفاء بينزلوا فيديو ويقولوا فيه ان احنا مسافرين لدبي، يبقى خلاص لازم نعمل على الفيديو دوت 60 فيديو. قنوات النقد لازم كل واحد يطلع يهبد له هبداية، وكل واحدة تقعد تهبد لها هبداية. فبما ان الناس بتهبد يعني في هبد بيبقى مش مقنع. طبعا هم قالوا ان هم مسافرين رايحين يشتغلوا، رايحين يخلصوا شغل وهيرجعوا تاني قبل المدارس، عشان المدارس هتبدأ خلاص في تركيا. ف في قنوات جميلة طلعت بالليل بعد الفيديو. طبعا بالليل قعدوا بقى طبعا طول النهار بيفكروا بيدبروا هنعمل ايه هنقول ايه. ففي حد طلع كده قال ان في ناس، هي ما قالتش، ان في ناس بيقولوا ان هم ترحلوا من تركيا. طب تمام، هيترحلوا من تركيا وهم مصريين هيروحوا دبي والامارات؟ طب ما اللي يترحل ده الاولى بيه بلده يا جدعان. وكمان ترحيل لتركيا ده انتوا بتجيبوا كلمة ترحيل نفسها، يعني اللي يترحل من بلد معينة ايا كان البلد ايه، يبقى ده بيترحل عشان عمل جريمة، اللي هو عمل جريمة، سرق، عمل حاجة منافية للآداب العامة، للدنيا، للبلد، لنظام البلد، لقانون البلد. فبيترحل لبلده على أساس إن بلده هي اللي تعاقبه. وبيترحل على فكرة وهو لابس جريمة حلوة بورقه، يعني بيترحل وهو متدبس فيه ايه، الغلطة اللي عملها. فطبعا ما نسمعش بقى، يعني احنا بس ايه العناوين من ساعة ما نزلوا. يعني هو طبعا ده حمدي وفاء حاجة علم من اعلام اليوتيوب. فانا واحدة من الناس بنزل لهم فيديوهات، ايوه لان هم الناس بتحب تسمع اخبارهم، الناس بتحب تسمع مثلا اخطاء المقالب بتاعتهم، الناس بتحبهم. فاحنا مع الناس اللي بنحبهم. انا ما يعني طبيعي ان احنا لازم نطلع اشاعات، هم يطلعوا اشاعات، بس قولوا اشاعات على الاقل مبلوعه مفهومه. مش مثلا اروح اقول ان هم ترحلوا على دبي. ليه يترحلوا على دبي؟ ليه؟ هم اماراتيين؟ استحاله يعني. فطبعا القناه اللي طلعت اتكلمت قعدت تدافع بقلبها بصراحه يعني، وقعدت تقول لا يا جماعه هم ما ترحلوش، هم راحوا شغل وهم مش عارف ايه وهم ايه. فطبيعي هم طبعا راحوا شغل وزي ما هو قال، هو غالبا ممكن يكون الشغل اللي رايحه حمدي هو بيقول برعايتنا، يعني المفروض ان احنا هنروح برعاية كذا. فهم ممكن يكون هيعملوا اعلانات لاماكن في دبي، اعلانات لمنتجات. ممكن يكون في حفلة للبلوجرز او اليوتيوبرز يحضروا، وهم علامة. هو بيقول لك احنا هنفتح مجال لناس كتير تحقق حلمها وتوصل. فممكن يكون عايزين الناس، طبعا على مستوى العالم العربي معروف ان حمدي وفاء احسن ناس على مستوى اليوتيوب، وناس محترمة اذا كانوا هو ولا اهله ولا اخواته، ناس محترمة جدا. ف بلاش الهبد، وبلاش ان احنا كل شوية نقعد نقول لا ده حصل ده خلى ده سوى. لا لا لا، هم مسافرين لشغل. وحمدي يعني اذا كان هو ولا وفاء، ناس مجتهدة جدا، ودي احلى حاجة فيهم بصراحة. الناس مجتهدة وبتحب شغلها قوي قوي قوي. ولا ترحلوا ولا حاجة. هو قال حتى ساب العربية الصغيرة وساب العربية الكبيرة في الباركينج وقال في الفيديو يا جماعة انا راجع. طب الراجل يقول ايه اكتر من كده؟ يعني هو بقى يقطع الخط على الناس اللي ممكن تطلع تهبد، وقال لهم انا عايز ارجع بسرعة عشان المذاكرة والمدارس، ومع ذلك الناس بتهبد يعني. فالله المستعان، ربنا يهديهم يا رب جميعا. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.